الشيخ ابن مهيج، انا والله يوم يكون واحد من مهيج من خلايف مصوت بعشاء ما استاذن عندك وما استاذن عندك. لا بلا تستاذن، ابدا من عنده هو. اول شيء الله يحييك والله العظيم والله ويجرمه، اني دائما اتمنى اني القى واحد منكم هنا. الله يرحمه الله يرحم اكثركم باذن الله. نتشرف فيكم ونرحب بابو اسماعيل حياه الله، البو خميس هلا بلها نورت المملكه، واخوي اسماعيل يمكن احمد ولد الشيخ. ولد الشيخ ابو اسماعيل. نعم. حي الله الجميع. انا سولفت لابو احمد قبل اليوم، قلت له انا المجالس الغانمه اداهمها مداهمه ما استاذن. ليش؟ لاني اكبر برجال الغانمين واكبر برجال الطيبين واكبر بهال الطيبين. فوالله كلمة اعلامي اليوم كل واحد سوى صفحة على الفيسبوك ويقول اعلامي، والله ما احنا اعلاميين. لكن في حاجة ناشطين يم الهيد وندور للغانمين ونكبر بيهم ونتنامس بيهم. وقلت لابو احمد قلت والله يا اعنزه ويا استدهان يا الهيد انتم شمر مجالسكم ملغومه وعيدوا يا ابو يا بحر. ليش يا ابن مصوت البلد من تقوم تسولف لك على قصيده قام ويا فدعاني يا شيخ قال يبغى قالها فلان يا اخي ندري قالها اليوم تنقال على رجال غانم، اليوم تنقال على رجال طيب. وفي حاجه لا تقدر تجيب طارق ابو اسماعيل قصيد مجالسهم، ولا تقدر تجيب طارق شوالف حكمه وشغله يعرفونه يبغى قال فلان لا قصه ابوي ما يخلونه قبل. فوالله اليوم اني بوجودك يا خلائف مصوت البلحشه عند ابو احمد ألف نعم منه والله انه من خيرة ربع وانه هذه نفس الربع. يستاهل. اي بالله اني متونس بس ما اقدر فدعان وعنزه. بس اقول كلمه في زهيري او عتابه عراقي دائما يقولها وانا دائما اعيدها خصوصي يوم نلقى واحد منكم يا خلايف مصوت بالعشاء. قال الماء عنده ثايه وصيت من سابع الجد، من تالي زحمه يصير يفرض على حد. عاد والله عندكم ثايه وصيت من 1000 جد وتعيشون على اثر وسمعه مجحمه مهيج ومصوت بالعشاء سنين طويله. وحي الشيخ محمد الشيخ انور اخوانك والله اني ما صدفتكم بس اليوم بالله اني فرحان الله يجزاه بالخير. ابو فايز الركن قال وين قال وجه خير والله دائما وجه خير والله بالله. وهلا بيك وحياك الله والحمد لله على سلامته ابو اسماعيل. وانا والله شايف هالدقيقتين اللي صورتي بالله العظيم اني اتي